الو. الو. تعرف مين معاك؟ ازيك يا جنة؟ والله وحشتني. وحش لما يبقى يلهفك يا بعيدة، وانت كمان اكتر والله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. بجد والله وحشتك. لسه مكلمه خطيبتك من شويه وقفلت معاها وقلت لها ان الواد ده مش نافعك. ليه بقى؟ عشان بيخون. وهي قالت لي هاتلي اثبات. وانت عندك اثبات بقى؟ انا الحمد لله شمعة بيضة. لا عندي، وخالتي قالت لي. خالتك قالت لك ايه؟ قالت لي ان انت ما بتطقهاش وطول الليل عمال تقول منها لله الجوازه ومنها لله اللي عايز يتجوزها. انا؟ وقالت لي كمان ان انت امبارح قلت لها ان انت مش هتكمل في الجواز ده. ليه بقى؟ ايوه انا مستني اسمع ليه بقى. عشان ما انتش بتحبها. انا؟ البنت اتغيرت معاك. هي قالت لي كده وانا هكدب خالتي؟ لا يا سمح الله. ما انا كدبكم كلكم الا خالتي. ما خالتي ما بتكذبش. طيب بص يا جنة، ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. عليا الطلاق بالثلاثة من الست اللي انا لسه ما كتبت كتابي عليها، ان احنا الاتنين ما ننفعش لبعض. اللي هو انت وهي. انا قلت لها كده برضه قسما بالله من غير ما انت ما تقول. انا قلت لها كده بس هي مخها قفل ما بتفهمش. هي اللي مخها قفل وما بتفهمش. انا قلت لها والله يا بنتي ان هو مش بتاع جواز وان هو بيلعب بيكي. بلعب بيها ليه؟ كانت كرة كفر. لا تقولش كده عليها، برضه البنت بنت ناس. وبتحبني وانا بحبها وانت ما يرضيكيش يخش غراب زيك ما بيننا يبوظ الدنيا. لا هي قالت لي ان هي شاكه فيك بقالها كام يوم وبتراقبك ومعاها رقم الوسط بتاعك ومستنيه اي رساله توصل عليه. رقم الايه يما؟ الوسط. يا ست خليكي وسطة خير، ابوس ايدك وارحميني وارحميها وارحمي خالتك واعتقينا لوجه الله. وانا اوعدك قاعد في واحد صاحبي نازل من الامارات مريش متريش، وانا عارفك بتحب الذهب والحاجات البيضه الحلوه الصفرا دي. هزق عليكي وانت ان شاء الله ان شاء الله هتصوا في بعض، قصدي هتاخدوا بعض. لا مش عاوزاه. خالتي قالت لي ان انت جايب لها دهب شيء وشويات وان انت هتشيل عنها الاجهزه الكهربائيه اللي هي ثلاجه وغساله وبوتاجاز والميكروويف اللي بيقولوا عليه ده هو اللي بيسخن الاكل. طيب ممكن اقول لك حاجه؟ انا مع اني بحب الاكل بايت بس لازم اجيب الميكروويف ده عشان اسخن فيه. ومش عايزه اسمع منك حاجه. ليه بقى؟ عشان انت هتسيبها وهتيجي تخطبني واني هرفضها.